السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو تاع نهار اليوم. جبت لكم وصفة الرولي الدجاج خصيصا وتبقى عندكم واش تقدموا معاه، وانا نعطيكم لاباز وانتم بدعوا كما تبغوا. قبل ما نبدو في الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. على بركة الله نبدو في الوصفة تاعنا ونشوفوا واش فيها. انا هنا عندي كونتيتي شويه كبيره، عندي مناسبه خاصه وان شاء الله يكثر عليكم الافراح. عندي هنا 5 صدور دجاج نقطعهم مكعبات ولا شرائح باش نطحنو غير بشويه، لخاطر شكون نطحنو كلش مع بعض الاشوار تحمى ولا تنحرق، على هذه نطحنو غير بالعقل حتى تكمل الكميه اللي عندنا. كنصيحه ما تشروش البولي اشي من برا، لخاطرش ما يغسلوش الدجاج كما يبغي الخاطر. على هذا شري صدر الدجاج وغسليه مليح وحكيه بالملح والخل وطحنيه يعطيك نتيجة افضل. كما راكم تشوفوا راني نطحن غير بشويه حتى نكمل الكونتيتي اللي عندي، ونتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وما تنسونيش بجمجومه. وبعد ما طحنا الدجاج تاعنا نروحوا نسموه ونبنوه. شوفوا الكميه اللي تحصلنا عليها ما شاء الله، ونضيفوا له البصله اللي كنا تاني طحناها، كانوا عندي 4 حبات متوسطين، نضيفوا له 5 حبات بيض. وبالنسبه للشابلور نزيدو كميه مليحه لاخاطش غادي غير تزيد تطريه لنا. بالنسبه للتوابل هنا عندي مغرف كبيره تاع ملح، توابل الدجاج الشاورما اختياريه، ضفت لهم فلفل اسود وسكنجبير، والمكون السري اللي هو القرفه مطحونه وكركم وزوج مغارف توم مرحي، في الاخير نزيدو عليها معدنوس. ونروحو دركا نجمعو الخليط تاعنا حتى نتحصلوا على خليط تاع دجاج متجانس وما يتلاصقش في اليد باش يعاوننا في الخدمه. ونقول لكم مرحبا بكم عندي في الانستغرام بنفس اسم القناه باش تبعتوا لي تطبيقاتكم او اي استفسار نشارك معكم يومياتي. لازم نخلطها مليح باش نضمن باللي قاع المواد تجانسولي مع بعض. في الحشو نحتاجو فرماج مورسو ولي سلايس كما راكم تشوفوا. انا درت هاد لا مارك تعجبني تجي بنينه. وللرولي نستحقوا بابي فيلم بابي الومنيوم كل رولي وحده. نفرشوا بابي فيلم ونجيبوا شويه دجاج ونكونوا منفخين يدينا بشويه ما بتعاوننا في الخدمه. وهنا تولي لكم في الحجم الرولي اللي بغيتوه كبير ولا بغيتوه صغير. انا درت كبار شويه تاع مناسبه، والحشو تاني يبقى اختياري، كل واحد وش يبغي، كاين اللي يدير السلق ولا الفيونداشي. المهم انا درت الفرماج مورسو من بعد شرائح سلايس. طريقه سهله كما راكم تشوفوا. كي تروليه نزيروه مليح ونبلعوه من الاطراف على جال الحشو ونتاكدوا بلي ما غاديش يخرج لنا، ونحزموه من الاطراف ونعدلوه باش يجي شباب في التقطاع من يطيب كيما هكا كما راكم تشوفوا. نقلعوا له هذوك الزوائد تاع البابي فيلم ونعاودوا نرولوه في البابي الومنيوم بنفس الطريقه. نزيدوا نخدموا واحد مع بعض باش تشوفوا الطريقه، ونقول لكم مع واش تقدروا تقدموه. تقدموه مع صوص بلونش، مع طاجين زيتون، مع خضره صوتي، مع لا بوري، مع لي فريتو صوص فرماج، مع بليزيور شوا. والطياب تاعه يكون في قدره بكسكاسها، نديرو فيها ما يغلي على درجة حرارة متوسطة. كي يغلي الماء نديرو الرولي في الكسكاس ونبلعو عليه ونخلوه مدة 25 دقيقة حتى 30 دقيقة. كي نحلو نلقوه طري بصح بعد 10 دقائق نلقوه شد روحه، ونحمروه في مقلة من كل الأطراف ونقدموه بصحتكم. إذا بغيتوا نطيبها معاكم خلوا لي تعليق ونحط لكم فيديو كيفاش نقدموه بطاجين زيتون للضياف. نتمنى ما نكونش طولت عليكم. سلام.